من سقوط الخلافة إلى عودة العسكر، رحلة قرن من الصعود والسقوط. لو سألناك ما هو أكثر قرن مأساوي مرت به الأمة الإسلامية في تاريخها كله، أتظن أنه القرن الذي شهد الحملات الصليبية أم القرن الذي اجتاح فيه المغول ديار المسلمين؟ لكن ماذا لو قلنا لك إن القرن الذي نعيشه الآن هو الأصعب على الإطلاق؟ قرن فقدت فيه الأمة هويتها وعمقها وبوصلتها، بل وحتى أراضيها. قرن بدأ بسقوط الخلافة الإسلامية بعد أكثر من 1300 عام من قيامها، وانتهى بعودة الحكم العسكري على أنقاض ربيع لم يكتمل. قرن قسمت فيه بلاد المسلمين بالمسطرة على طاولة مؤتمر سايكس بيكو، وشهد أكبر الهزائم وأعظم الانتصارات. كيف تحولت أمة واحدة إلى أكثر من 50 دولة؟ كيف تاهت الهوية بين الإسلام والقومية والاشتراكية والليبرالية؟ نحن اليوم في رحلة عبر الزمن من عام 1924 حتى 2014، من سقوط الخلافة العثمانية إلى صعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم. قرن من التغيرات الجذرية في خريطة الأمة الإسلامية والعالم العربي تحديداً. أهلاً بكم، أنا محمد، ودي قناة ما لم يقال، قناة تاريخية وثائقية بنفتح فيها أبواب الأسرار اللي التاريخ ما حكاهاش، من لحظة بداية الخلق لانفجار الكون لأول إنسان وطأت قدماه الأرض. نغوص في أعماق العصور، من الحجرية للفرعونية للأشورية للإسلامية لنهضة الشعوب وسقوط الإمبراطوريات. نحكي عن الحروب والمعارك والقادة، عن قيام الحضارات وسقوطها، عن الاستعمار والمقاومة، عن المؤامرات الكبرى والتاريخ اللي اتكتب واللي اتحرف واتنسى. نوصل لعصرنا الحديث ونفهم مع بعض إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. كل ده في رحلة واحدة من العدم إلى اليوم، في سلسلة ما تتفوتش وحقائق ما تتقالش في الكتب. أهلا بيكم في ما لم يقال. وفي هذه السلسلة السادسة نتناول العصر الحديث والمعاصر، قصة التشتت والبحث عن الهوية. ما الذي يجعل أمة بكاملها تفقد بوصلتها لقرن كامل؟ يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه السلسلة تجسد هذه الآية حرفياً: تنازعنا ففشلنا وذهبت ريحنا. العجيب في هذا القرن أننا عشنا مأساته في صورة دراما متسلسلة، لكل مرحلة بطل يغير وجه التاريخ، مثل مصطفى كمال أتاتورك ألغى الخلافة، وجمال عبد الناصر أشعل الثورات، وأنور السادات وقع اتفاقية السلام، وصدام حسين غزا الكويت، وأسامة بن لادن غير شكل الصراع العالمي. إنها حكاية الأبطال والأشرار والضحايا، حكاية شعوب تعيش بين فكي الاستعمار والاستبداد. محاور السلسلة: العالم بعد سقوط الخلافة 1924 1945. حين كنا أمة واحدة بخليفة واحد، أصبحنا مجرد خرائط مبعثرة. تخيل المشهد: 3 مارس 1924، إسطنبول. الساعة تدق معلنة لحظة فارقة. مصطفى كمال أتاتورك يعلن رسمياً إلغاء الخلافة الإسلامية بعد أن استمرت 1342 عاماً. زلزال سياسي وديني هز الأمة من أقصاها إلى أقصاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستنقض عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه أحمد. في هذه الحلقات سنتتبع كيف تم تقسيم بلاد المسلمين بعد الحرب العالمية الأولى، كيف تشكلت حدود الشرق الأوسط في اتفاقية سايكس بيكو، لماذا قيل خسرنا الخلافة لكن ربحنا الأمة، ولماذا تصاعدت التيارات القومية والليبرالية. ثم نصل إلى الحرب العالمية الثانية، حيث خرجت بريطانيا وفرنسا منهكتين
لتدخل أمريكا والاتحاد السوفيتي في صراع على النفوذ. الموضوع الثاني: الثورات العربية والاستقلال 1945-1970. من قلب اليأس ولدت ثورات الأمل. ثورة 23 يوليو 1952 في مصر لم تكن حدثاً محلياً، بل شرارة أشعلت عشرات الثورات والانقلابات في الوطن العربي. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحقبة نروي قصة الثورة الجزائرية التي استمرت 18 عاماً وقدمت مليون شهيد. نتابع صعود جمال عبد الناصر ورمزية قيادته. نطرح السؤال الأصعب: لماذا أجمعت القوى الكبرى على إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948؟ ونحلل التحول من الاستعمار العسكري إلى الصراع الأيديولوجي داخل المنطقة. قومية مقابلة إسلامية مقابلة اشتراكية مقابلة ليبرالية. الموضوع الثالث: الحروب الكبرى والتحول السياسي 1970 ميلادياً 1990 ميلادياً. من نصر أكتوبر إلى صدمة كامب ديفيد. بعد وفاة عبد الناصر دخلت المنطقة في منعطف خطير. نتحدث عن حرب أكتوبر 1973. كيف كانت نصراً عسكرياً؟ لماذا وقع السادات اتفاقية كامب ديفيد؟ كيف أثرت أزمة البترول على موازين القوى؟ كما نرصد الانفتاح الاقتصادي وآثاره على بنية المجتمعات العربية، صعود الحركات الإسلامية كرد فعل على فشل التجارب القومية والاشتراكية. الموضوع الرابع: العالم الإسلامي بعد الحرب الباردة. نظام عالمي جديد بتحديات قديمة. بانهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991 ميلادياً أصبحت أمريكا القوة العظمى الوحيدة. اجتياح العراق للكويت أشعل حرب الخليج الأولى. سؤال مهم: لماذا تصاعدت الحركات الجهادية في التسعينات؟ وما علاقة أفغانستان بتحول الصراع؟ نرصد أيضاً بداية العولمة، تأثير الفضائيات والإنترنت على هوية الشباب العربي. الموضوع الخامس: ما بعد 11 سبتمبر والثورات الداخلية 2001 إلى 2011 ميلادياً. حرب على الإرهاب أم حرب على الإسلام؟ 11 سبتمبر 2001 نقطة مفصلية. هجمات القاعدة أدت إلى احتلال أفغانستان ثم العراق وسقوط صدام حسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. رواه مسلم. سنتحدث عن الأسباب النفسية والاجتماعية لانضمام الشباب للتنظيمات المتطرفة، استغلال القوى الدولية، الحرب على الإرهاب لإعادة تقسيم المنطقة، كيف مهدت وسائل التواصل الاجتماعي للربيع العربي. الموضوع السادس: مصر بين الثورة والحكم العسكري 2011 إلى 2014 ميلادية. من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية. 25 يناير 2011 ثورة أطاحت بنظام دام 30 عاماً. لماذا لم تكمل الثورة مسارها؟ ماذا حدث في 30 يونيو 2013؟ كيف صعد عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في 2014؟ سنتناول صعود وسقوط الإخوان المسلمين، الانفلات الأمني والسياسي، عودة الجيش إلى سدة الحكم. الإطار الزمني والجغرافي. زمنياً تغطي السلسلة 90 عاماً، 1924 إلى 2014 ميلادي. جغرافياً الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مصر، بلاد الشام، العراق والجزيرة العربية. كما نرصد تأثير القوى الكبرى: بريطانيا، فرنسا، أمريكا والاتحاد السوفيتي. الدلالات الدينية. رغم أن هذه الفترة بعيدة زمنياً عن عهد النبوة، إلا أنها تجسد نبوءات دقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات إلى قصعتها، رواه أبو داود. وهذا ما حدث تماما. تحالفت الأمم وتقاسمت أراضي المسلمين بعد ضعفهم وتشتتهم. ملخص النقاط الرئيسية للسلسلة السادسة: 1. سقوط الخلافة الإسلامية وتقسيم أراضيها. 2. صعود الثورات والحركات الاستقلالية. 3. الصراع العربي الإسرائيلي وتبعاته. 4. التحولات الاقتصادية والاجتماعية. 5. صعود وسقوط التيارات السياسية. 6. تأثير الحرب الباردة والهيمنة الأمريكية. 7. ظهور الحركات الإسلامية المتطرفة. 8. الثورات العربية وتداعياتها. الختام: قبل أن نغلق هذه المقدمة، دعني أطرح عليك سؤالاً. بعد كل ما حدث، هل يمكن أن تستعيد الأمة الإسلامية هويتها من جديد؟ هذه السلسلة ستساعدك على فهم واقعنا، كيف رسمت الحدود، ولماذا تعيش الأمة أزمتها اليوم، ومن المسؤول عن هذا الواقع. انتظرونا في الحلقة الأولى: سقوط الخلافة وتقسيم العالم الإسلامي. سنعود إلى عام 1924 لنرى كيف ولدت الدول العربية من أنقاض الإمبراطورية العثمانية. وفي الختام افتكر دايما إن كل حلقة من ال7 سلاسل على قناة ما لم يقال مش بس هتقدم لك معلومة جديدة، لكن هتشوف جانب خفي من التاريخ وتفهم أسرار ما حدش قالها قبل كده. لو نفسك تفهم حكاية الكون من العدم لحد اللحظة اللي بنعيشها النهاردة، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الحلقات أول ما تنزل. وما تنساش تعمل لايك لو الحلقة عجبتك، ولو عندك سؤال دايما كان شاغل بالك اكتبه لنا في الكومنتات، ممكن نخصص له حلقة كاملة ونعرضه في السلسلة. وزي ما تعودنا، كل معلومة أو سؤال سمعته في الحلقة النهاردة هتلاقي له شرح مفصل في فيديوهات السلسلة بتاعته، علشان تكتمل الصورة وتفهم القصة من أولها لآخرها بالترتيب. ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في ما لم يقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.